انا محتاج واحد معايا واعمل له عقد واعمل له كل حاجه. انت بسم الله ما شاء الله احنا عارفينها ان انت شغال شغلانه كويسه. تمام. قول بقى الاوتفيت ده بتاعك بكام؟ اول البنطلون ده أيوة. تمام ب 50 يورو، والتيشيرت ده 25 يورو، والجزمه ب 90 يورو، والنضاره ب 5 يورو يعني عادي. يعني انت الطقم بتاعك ده كله مثلا داخل في 200 يورو. بص اقول لك على حاجه، ما دام انا بشتغل وماشي صح وماشي كويس وفي حالي، بعمل اللي يعجبني مش هعمل اللي يعجب الناس، لا البس اللي يعجبني واعمل اللي يعجبني وما بحطش في دماغي الناس. اهم حاجه راحتي انا النفسيا، انا دايما ماشي جنب الحيط ولا ليا دعوه بحد ولا حد له دعوه بيا. انت بتعرف توفر بقى بعد المصاريف اللي هو انت اكيد بتصرفها دي؟ طبعا الواحد دايما بيجي مثلا في ساعه القبض انا عين كذا على جنب، ومثلا 200 يورو اجيب بيهم لبس، وال400 دول ايجار مثلا الشقه وحياتي بسستمها. بس دايما بعمل حساب لبكره، يعني مثلا ايه، ما اكونش في جيبي 100 يورو اروح اصرفها النهارده وبكره ما اعرفش اجيب منين ولا اصرف منين. طب عامل حساب لبكره ازاي لما انت تشتري طقم بس ب 200 يورو؟ على حسب دخلي، ما انا دخلي لو مثلا ما هقول لك مثلا 1000 يورو 1000 ونص، مش هروح اشتري طقم ب 200 يورو. امال انت دخلك كام؟ ممكن نعرف؟ على مرتبي 2200 2300 كده. بجد والله؟ ده عشان ايه؟ ده عشان انت صاحب شغل؟ هو انا الحمد لله عن الايام اللي جايه هبقى صاحب شغل، لان انا حاليا فتحت بارتيتا ايفا. تمام الحمد لله. عشان كده لسه قايل لك دلوقتي انا محتاج واحد معايا، بس واحد يكون ثقه. تمام. واعمل له عقد واعمل له كل حاجه، بس اول حاجه اعمل له عقد ستو كيماتا اللي هو ايه بروفا شهر واحد. تمام ومظبوط وماشي معايا عدل، هعمله له ب3 شهور، بعد كده 6 شهور، بعد كده انت ترميناته. بس هيجي في يوم يقول لي مش عارف ايه ومش عارف ايه، لا مع السلامه.